الناس اللي كتصنت الموسيقى بقى معايا، غنوريك الطريقه 2024 الاخوان هذه، غنوريك الطريقه كيفاش تصنت الموسيقى او ميم طون تدخل ارباح، ماشي تصنت الموسيقى تصنت ليها او ميم طون كل موسيقى تصنت لها تدخل عليها واحد الارباح. انت كتحط التليفون، انت كتحط التليفون في الكوزينه كتبقى يطلع الراديو ولا الموسيقى وخدامه، دير هاد القضيه راه مزيانه، وانت اللي كتبقى ديما في العشيه تنزل مزيانه هاد القضيه هادي. على اي بقى معايا باش تفهم الكونسيبت. واش الدراري، السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. دائما مخصص مفيد ندخل في الموضوع مباشره. الموضوع ديال اليوم غنتكلموا على هذا التطبيق. ديجا بارطاجيت معكم بزاف ديال الفيديوهات على هذا التطبيق هذا اللي هو في امكانك انك تدخل ارباح فقط باستماع الموسيقى، يعني تعطيك موسيقى تصنت الموسيقى تدخل عليها ارباح. تنظر الاخوان هادشي ساهل، تصنت الموسيقى تدخل ارباح. وديجا بارطاجيت معكم هذا التطبيق هذا، يعني بزاف ديال الفيديوهات على هذا التطبيق هذا، يعني طريقه كيفاش انك تدخل ارباح فقط باستماع الموسيقى، وشرحت لكم طريقه التسجيل وطريقه العمل وطريقه السحب السهله. اخوان هذا التطبيق هذا ما عمري قلت لكم واحد القضيه علاش التطبيق، حتى تنقول لكم على هذا التطبيق هذا اسهل تطبيق للسحب هو هذا. باش نكون واقعي، اسهل تطبيق للسحب هو هذا، يعني ملي كتدخل واحد الارباح ديالك باش تسحبهم ساهله، بكليك وحده كيتصيفطوك الارباح وما كاملاش 6 سوايع تيوصلوك الارباح ديالك. يعني طريقه السحب فيه هي اللي عجبتني بزاف في هذا التطبيق الاخوان باش نكونوا صادقين. اخوان اليوم نعاودو نتكلموا على هذا التطبيق هذا، نعاودو الناس اللي يلاه باغا تسجل، اللي ما سمعتش الفيديو الاول، اللي ما شافش الفيديوهات الاولين، اليوم غنشرحوا طريقه التسجيل، طريقه العمل باش ترجع راسك احترافي، ترجع راسك برو، وهذوك الارباح ديالك يتضاعفوا، وهذاك الربح اللي كتدخل على كل موسيقى ما يبقاش نفس الربح، الدوبل ديالك، يعني تولي احترافي، تولي بروفيسيونيل داخل التطبيق. والطريقه الثالثه طريقه السحب، واللي طريقه السحب الاخوان انا نقول لكم قدامكم بالدليل، ها هي، يعني شحال مره سحبنا من هذا التطبيق، وكذلك داخل التطبيق غنسحبوا وقدامكم. المهم على اي باش يكون الشرح طويل، كنظن الكونسيبت مفهومه، يعني الطريقه كيفاش انك تصنت الموسيقى وتدخل عليها ارباح، كل موسيقى تصنتي لها كتدخل لها واحد الارباح اللي هي ارباح محترمه. كما تنقول ديما ديروا هادشي عمل ثانوي. باش ما يكونش الفيديو طويل الاخوان ندخلوا للشرح مباشره. اي فوالا الاخوان، هذا هو الموقع اللي يمكن لك انك تدخل ارباح فقط باستماع الموسيقى. ديجا بارطاجينا معكم بزاف ديال الفيديوهات على هذا الموقع هذا باش تعرفوا بان مصداقيه الموقع. حتى اليوم غنبارطاجي معكم الطريقه كيفاش ترجع راسك بروفيسيونيل داخل التطبيق، كذلك غنبارطاجي معكم الدليل عمليه السحب قدامكم وتشوفوا شحال من عمليه السحب درنا من هذا التطبيق هذا باش تعرفوا مصداقيه التطبيق. على اين باش ندخلوا في عجاله في الموضوع باش نحاولوا ما يكونش الفيديو طويل. الناس اللي يلاه باغا تسجل، يلا اول مره تسجل غتمشي تكليكي كما تلاحظوا الموقع على روسي، هي دابا عطينا اللغه فرنسيه، واش يعطيك اللغه الروسيه. كل ما عليك انت تمشي تكليكي على هذا الكوكب هذا ودير اللغه اللي بغيتي، تفهمنا؟ يعني دير اللغه اللي بغيتي، عربيه فرنسيه، اللغه اللي بغيتي نتايا. على سبيل المثال نديرو هكا، انت ملي تكليكي على الكوكب تهز اللغه اللي بغيتي. على سبيل المثال دير العربيه، تكليكي على العربيه يعطيوك العربيه. ونفس الشرح الاخوان اللي غنشرح لكم على الحاسوب راه هو على الهاتف. على اين باش يلاه تتبغي تسجل تكليكي على ايقونه ديال التسجيل هنايا، ولا بالفرنسي انسكريبسيون، كيعطيوك تدخل واحد المعلومات اللي ساهلين. الايقونه الاولى كتقيد فيها الاسم ديالك والمعلومات الاخوان كيف ما كانوا، ماشي من الضروري انك تقيد المعلومات اكزاكت كيف ما مكتوبين في لاكارت، ماشي مشكل، كتب المعلومات كيف ما بغيتي. اتفقنا؟ على اين الايقونه الاولى الاسم ديالك، الايقونه الثانيه اسم العائلي، الايقونه الثالثه تسجيل الدخول. التسجيل الدخول الاخوان هي الاسم ديالك داخل التطبيق، تفهمنا؟ الاسم اللي بغيتي يكون عندك داخل التطبيق، فهمنا؟ الايقونه الرابعه البريد الالكتروني باينه الاخوان، الجيميل ديالك. الايقونه الخامسه كتكتب كلمه المرور اللي تبقى تدخل بها داخل الموقع. انتم كل ما هادشي المعلومات كاملين عقلوا على البريد الالكتروني وكلمه المرور، حيت هادو هما اللي تحتاجوهم باش تبغيو تدخلوا. وهنايا في الايقونه الاخيره تعاود تكتب كلمه المرور اللي كانت هنا، كتعاود تكتبها هنايا وكتهبط كتفاليدي هاد الايقونه ديال جو نو سوي با ان روبو، وكتوافق على هاد الايقونه هادي ديال احسنت وكدير عمليه التسجيل. انا عمر معكم معطيات ونرجع معكم دغيا. على هاد الشكل هذا الاخوان كيف ما تلاحظوا اسم كيف ما درتي ليه الاسم العائلي، كيف ما درتي ليه تسجيل دخول الاسم اللي يكون عندك داخل التطبيق، البريد الالكتروني ديالك جيميل، كلمه المرور تعاود تكونفيرمي كلمه المرور
وكتكليكي على جو نو سو با ان روبو، وكتكليكي على الايقونه ديال احسنت. من بعد كتكليكي على الايقونه الخضراء تسجيل. سي بون، العمليه انتهت. تسجيل عمليه تسجيل الاخوان راه ساهله. دابا تسجلنا في الموقع، وكيف ما تلاحظوا هنا هادو هما الارباح ديالنا. العمله روسيه، بيت يعني الروبل الروسي، تيتعامل معك بالروبل الروسي، العمله الروبل الروسي. تمام الاخوان، على اين هاد الايقونات كاملين غنشرحهم الاخوان دابا بعجاله. انت انفو كتدخل هنا الصفحه الرئيسيه تيعطيوك الواجهه الاولى، تيعطيوك تكون في هاد الايقونه الاولى هي استوديو خاص بي، تيعطيوك هنا الموسيقى. هادو هما الموسيقى. كما تلاحظ متاح اليوم 25 استمع الى شحال سمعتي وغادر. يعني هنا شحال تيعطيوك من الموسيقى على كل نهار، شحال من موسيقى تيعطيوك 25. هنا شحال تصنتي من 25، يعني ملي تصنتو شي وحده يعطيونا تولي هنا واحد، يعني تصنتنا 25 وتولي هنا 24. هنا غادره يعني شحال كونسوميتي من 25. تفهمنا على اين. وكل موسيقى كتحصل على 0.01 من هاد العمله هذه. من بعد نتكلموا على كيفاش تحصل على 0.40 على كل موسيقى. تفهمنا على اين. اول حاجه تديرها هي كتطلق الموسيقى على هذا الشكل هذا. يمكن لك انك تقص الصوت على هذا الشكل هذا، ولا تحيد الصوت انت كاع. وامتياز الاخوان اللي كاين في هذا التطبيق هذا هو انك يمكن لك انك تمشي تخدم شي حاجه اخرى على سبيل المثال، يعني تمشي تخربق في حاجه اخرى او ميم طون راه الديسك مطلوق، يعني ماشي الديسك تيدير بوز، يعني الديسك تيبقى خدام. نخليو الديسك مطلوق هنايا ونرجعوا للشرح هنايا باش نمشيو نكملوا هاد الايقونات هادو. نمشيو ندخلوا لحساب اخر على هاد الشكل هذا ونشرحوا الايقونات الثانيه. دابا حنا كنا في هاد الايقونه الاولى طلقنا الديسك في الحساب اللي تسجلنا فيه. تفهمنا الاخوان. الايقونه الثانيه هنا، الايقونه الاولى راه صافي الشرح ديالها ساهل الاخوان، تيعطيوك الديسك تطلق. ملي يسايد الديسك كنقول لكم شنو ديروا. تفهمنا. غتمشي الايقونه الثانيه فئات. ملي كتكليك على فئات هنا الاخوان، هنا في قلت لكم اترجع راسك بروفيسيونيل. انت دابا تحصل على كل موسيقى 0.1، يعني حنا مبتدئ يلاه بديتي هنايا. كل موسيقى تحصل عليها على 0.1. ملي توصل ل 350 نقطه هنايا، ملي تولي عندك 350 ما تبقاش تحصل على 0.1، غتولي تحصل على 0.40. فهمنا الاخوان. هذه القضيه اللي قلت لكم انكم غتولي تحصل على اكثر من 0.01. ان فاش توصل 350 من هذه العمله هذه من حنا نقدروا نسميهم نقاط، كتكليك على انشط. ملي كتكليك على انشط، ان فاش تكليك عليها تولي تدخل ارباح ديال 0.40 على كل موسيقى. هنا كما تلاحظوا تيقول لك اننا ما عندناش الرصيد كامل. وكذلك لتحت ملي توصل لهاد العمله 750 على سبيل المثال تحصل على 0.86. ملي توصل 2500 تحصل على 2.86 من هذيك العمله. فهمنا الاخوان. يعني هنا تيقول لك ملي توصل لهذا العدد هذا غتحصل على هذه العمله هذا. ملي توصل لهذا العدد كل ما عليك تجي كليكي على الايقونه الخضراء غتولي تحصل عليها من دقيقتك الاولى. تفهمنا. هذه في نطاق الايقونه الثانيه. الايقونه الثالثه هي تفاصيل، يعني المعلومات ديالك. يعني الا بغيت تغير شي حاجه تعطيك المعلومات باش تسجلتي، وكيعطيوك هنا لتحت كلمه المرور. الا بغيتي تغيرها تقيد كلمه المرور هنا وتعاود الجديده اللي بغيتي، وتعاود هذه الجديده دي تعاودها هنا باش الا بغيت تغير كلمه المرور. هذه في نطاق الايقونه الثالثه تفاصيل. الايقونه الرابعه احالات يا الاخوان. الناس اللي باغي تخدم على رابط الاحاله، كل ما عليك هذا الرابط هذا راه الرابط ديالك. ان فاش تكليك على نسخ الوصله على هذا الشكل هذا، يعني تكوبات عندك اولا دير ليها انت على هذا الشكل هذا كوبي. هذا الرابط هذا بارطاجيه مع الناس في الواتساب، في الانستغرام، في تيك توك، في جميع المواقع. اي شخص تتكلم معاه يمكن لك ان تبارطاجي مع هذا الموقع هذا الرابط هذا. ان فوا يكليك على الرابط يدخل يتسجل. ان فوا يتسجل تدخل عليه حتى انت واحد الارباح اللي هي كما تلاحظوا 35%. فهمنا الاخوان. هذا في نطاق رابط الاحاله. واللي عندهم مواقع، يعني انسان عنده موقع، يمكن لك انك كاين هذا الديزاين بزاف. كاين هذا الديزاين الاول، كاين الديزاين الثاني، كاين الديزاين الثالث، كاين الديزاين الرابع. هاد الديزاينات الاخوان اللي عاطينكم هنايا هذا علاش عيطوكم هاد الصورات الديزاين. ان فوا تعجبك مثلا هاد الديزاينات كدير كوبي لهاد اللوليه اللي عندهم هنايا. ملي كدير لي كوبي كتوجه الموقع ديالك، كتكولي هاد اللوليان هذا تحط الرابط عندك في الموقع، تطلع هاد الرابط يطلع مع هاد الصوره هذا. يعني الا درتي هاد الرابط هذا يطلع مع هاد الصوره هذه. درتي الرابط اللي تحت عاوتاني يطلع مع هاد الصوره هذه. يعني تعطيك لو شوا الديزاين اللي عجبك انت، كوبي الرابط ديالو حطو باج عندك. كذلك تيكون رابط الاحاله، اي واحد دخل عن طريق هاد الرابط هذا كتحصل على ارباح. هذا في نطاق احالتي. في نطاق الايقونه ديال الشيء ديال النشاط، يعني غير وقتاش تسجلتي والتاريخ اللي تسجلتي فيه وشحال مره دخلتي للموقع. تفهمنا. يعني كل موقع شحال مره دخلتي ليه، يعني باش تاكد بانك واش انت دخلتي ولا لا.
وهنا تيعطيوك التاريخ اللي تسجلتي فيه. اصحاب وسائل الاعلام الاخوان ملي تكليك على هاد الايقونه هادي كيعطيوك الا انت عندك شي موسيقى، يعني الا كنتي انت تنتج موسيقى، عندك موسيقى صاوبتيها لراسك، يعني بغيتي دير لها واحد بيبليسيتي اشهار، يمكن لك في هذا الموقع هذا او ميم طون تحصل على ارباح من هذيك الموسيقى. كيفاش؟ ملي تكليك على هاد الايقونه الاخوان كما تلاحظوا هنايا كيقول لك نهار جونفي واحد، يعني نهار واحد ب 125. يعني ملي تكون عندك هنا 125 يمكن لك انك تحط موسيقى، او لا يمكن لك انك نهضروا من بعد انه يوليو عندك هذيك الارباح. لا بغيتي تخلص الناس اللي باغي تخلص الفلوس باش تحط موسيقى ولا اي حاجه اخرى، يعني ترفع تهز من هذا النيفو ديال الحساب اللي عندها هنايا ترجع في اي بي، يمكن لك دير ايداع. هذا الشيء غنتكلموا عليه من بعد. هذه الارباح اين فوا تدخل انت ما تدخلش كمبتدئ، تدخل في اي بي يعني او لا بروفيسيونيل، يعني داخل عندك النقاط ديالك هنايا. الا كانت عندك 125 الاخوان تما تجي تكليك هنايا كتكتب الاسم ديالك، اسم ديال الفنان، يعني انت فنان، اسم ديال الفنان اللي بغيتي يكون عندك داخل في ميدان الموسيقى. كتوجه الايقونه الثانيه ملي كتكليك عليها هكا كيعطيوك الموسيقى اللي ديجا انت صاوبتيها سواء على الهاتف ولا اما تيدخلوك الموسيقى ديالك. يعني على سبيل المثال حنا شي موسيقى هنا كتكليك على ديك الموسيقى اللي ديجا صاوبتي، كتكليك على اوفغيغ كتحط هذيك الموسيقى هنايا، كتختار هنايا الايقونه اللي عجبتك عرض اسم المسار، يعني واش بغيتي الاسم ديالك يكون، يعني معلومات بساطه، ايقونات سهله. يعني نتوما خليو الايقونات كيما هما، كتكليك اجوتي ان انغيستريمون اوديو، ملي كتكليك عليها كيتضاف الديسك ديالك عند هنايا، حتى الناس اللي كيدخلوا حتى هما كيتصنتوا الموسيقى كما تصنتنا في الاول. الموسيقى حنايا تتكون الموسيقى ديالك داخله مع دوك الموسيقى ديالهم. من بعد نوريكم كيفاش تحصلوا على الارباح عن طريق الموسيقى. نرجعوا دابا للموسيقى الاولى اللي طلقنا، كما تلاحظوا هي انتهت. كتختار سواء جيم او لا ديزلايك، يعني سواء عجبتك الموسيقى ولا ما عجبتك، انت اللي درتي كتحصل الارباح ديالكم. نقول لكم الضرر هذا علاش دير لايك او لا ديزلايك غتعرفوا من بعد علاش. اما نتوما ديروا اللي بغيتوا، تعرفوا شكون اللي مصلحه ليه انكم ديروا لي لايك ولا ديزلايك لصاحب الديسك. يعني انت ملي لحتي هذا الديسك هذا ملي هضرنا هنايا خصك تلوح الديسك هنايا تيديروا لك لايك ولا ديزلايك، تفهمنا؟ الا داروك لايك راه مزيانه لك، الا داروك ديزلايك كتكون عندك واحد السلبيات اللي غنتكلموا عليهم من بعد. هنا كيعطيوك غير المره الاولى ماشي ديما، غير اول ديسك اللي تتصنت لي تدخل تطبيق كيعطيوك هذه بحال نقولوا واحد الكود كيعطيو لك هنايا، كيكتبوا لك هذا الكود هنايا، هذا الكود كتكتبوا هنايا وكتكليك على الايقونه خضر على هذا الشكل هذا. اي فوالا كيف ما تلاحظوا ها هي واحد استمعنا لواحد، وها هي هنا عندنا الارباح 0.1. كتكليكي انت على سويفو وكتمشي للديسك الثاني كذلك وكتخليه مطلوق وكتمشي تخربق انت وخلي الديسك مطلوق والارباح تيدخلوا. تفهمنا الاخوان؟ هنا وريتكم كيفاش انكم تحطوا الديسك ديالكم الموسيقى ديالكم والناس يقول لكم واش لايك ولا ديزلايك. اعلان على موقع، الا عندك موقع وبغيتي دير ليه بيبليسيتي، يعني الموقع ديالك بغيتي دير ليه اشهار، كذلك نفس الشرح اللي قلنا على الموسيقى. يعني تحط العنوان ديال الموقع ديالك، هنا الوصف وهنا الرابط ديالك، وكتكمل المعطيات هنايا وكدير اونغيستري يعني اضيف اعلان، يعني تحط الموقع ديالك. ما كاين لاش نطولوا في الشرح لا في نطاق هذا الموضوع. مشغل تلقائي الاخوان مع الا كليكيتي ليها مع هاد المشغل تلقائي ما عندكم ما ديروا بها تتكون، حيت اصلا تتكون متفعيله من تكون عندك 1000 في اي بي. الا بغيتي تولي في اي بي انت من الديبار قلنا لك تدير فوق حتى يعني تدير عمليه الايداع وتولي في اي بي. الا بغيتي تولي في اي بي بالنقاط اللي عندك هنايا خصك توصل كيف ما تلاحظوا 1500 نقطه. ملي توصل 1500 نقطه تتولي عندك في اي بي، يعني الارباح تولي عندك اخوان مضاعفه. الايقونه الثانيه كسب المال على الفيديوهات. الاخوان هاد الايقونه باقي ما تفعلاتش. هاد الايقونه ملي تكليكي عليها يعني تتفرج فيديوهات كتدخل ارباح، ولكن باقي ما تمش، باقي ما حطوش الفيديوهات هنايا اخوان. مقطعا 35 مقطعا يوميا، يعني تيقول لك راه يحطوا 35 فيديو وعلى كل مقطع تحصل على 4.83 من هاد العمله، ولكن باقي ما تحطوش الفيديوهات الاخوان. انا باقي ما تفعلاتش هاد الايقونه هادي. عروض ترويجيه وهدايا الاخوان الا كليكيتي عليها كيعطيوك عروض ترويجيه، يعني الا بغيتي دير ترويج وحتى هاد الايقونه ما عندكم ما ديروا بها. ما تنبغيش نشرح لكم ايقونات بزاف باش ما تشغلوش بزاف وتمشيو تردوا البال مع حاجه وتنساو المهم. متجر الاحاله الاخوان ملي تكليك على متجر الاحاله الا بغيتي تشري الناس عن طريق رابط الاحاله، وملي تديرها اخوان عمليه السحب راه ما تحتاج فيها لا رابط الاحاله. ما تيقولش انك خصك تكون ضروري مدخل الناس، وكذلك ما تيقولش انك خصك ضروري تكون داير عمليه الايداع، يعني بلا عمليه الايداع بلا رابط الاحاله اي عمله جمعتيها يمكن لك دير عمليه السحب. هاد 1.69 غادي نديروا لها السحب قدامكم، واخا تكون غير واحد راه نقدروا نديروا لها عمليه السحب. انتم تشوفوا كل شيء قدام عينيكم. نرجعوا لهاد
هنا كما قلنا الا بغيتي تاخذ الناس الاحاله وما عندكم ما ديروا بها، الا كانت عندك 1000 تاخذ 25 واحد دخل عن طريق رابط الاحاله ديالك، ما عندكم ما ديروا بها كما قلت لكم. ملي كتهبط لتحت الاخوان حساب الاقساط ما عندكم ما ديروا بهم. ربح المال من الصور حتى هي ما ندخلوش ليها، حتى هي الاخوان بحال كسب المال، يمكن لك انك تشوف الصور وتربح وتدخل الارباح، ولكن حتى هي باقي ما تفعلناش. هاد بيتكوين الناس العمولات هنا ملي جات هنا فين قلت لكم على حساب موسيقى افضل مسار اليوم، يعني احسن موسيقى من هذوك 25 اللي حطوا لنا اليوم، احسن موسيقى اللي داروا لها الناس لايك بزاف، يعني داروا لها لايك بزاف هي هذه. فهمنا؟ هنا في الايقونه ما قبل الاخير مكافاه، ملي كتكليكي على الايقونه مكافاه يعني كيقول لك ان يملي تعبى الا درتي، ماشي ضروري تعبى الا بغيتي تعبى. فهمنا الاخوان؟ باش ما ياخذوش الناس الفكره غلطه. الا عبأتي 1000 يعني درتي عمليه الايداع 1000 كيعطيوك زائد 15% روميز. فهمنا؟ تقول عندك 1150. اين فاش تعبى 1000 كتجي هنا تدير احصل على المكافاه، كيزيدوك 150 نقطه من هذوك العمولات اللي دير لها عمليه الايداع. فهمنا الاخوان؟ الايقونه الاخيره هي تصنيف عشاق الموسيقى. ملي تدير تصنيف عشاق الموسيقى هنا تيعطيوك كيما تلاحظوا كلاسمون توب 10، يعني احسن 10 موسيقات في هذا اليوم هذا. ملي كدير هنا ملي كتهبط كيعطيوك المسار الاول، يعني هي احسن موسيقى اليوميه دي هي اللي شفنا في هي اللي شفنا في ديك الايقونه ديال احسن موسيقى، وهنا الثانيه وهنا الثالثه وهنا الرابعه. هنا كيقول لك شحال دخل عليها كيما تلاحظوا. علاش قلت لكم لا عندكم موسيقى مزيانه لكم ولا داروا لكم الناس لايك بزاف عجبهم الديسك كتدخلوا من الارباح. كيما تلاحظوا هذا اليوم كيما تلاحظوا هو 181495.43 من هاد العمولات اللي دخلها غير اليوم على ديسك واحد. فهمنا الاخوان؟ يعني الناس بزاف داروا ليه لايك. الناس اللي باغا تحط ديسك الاخوان حطوا، تقدر تخدم على انسترومونطال الا بغيت اي حاجه من الموسيقى، اي حاجه اخوان خدم عليها وحطها هنايا. وباش نزيد لكم واحد الاشاره اخرى اخوان، واخا ما يكونش الديسك ديالك هذه ميزه اخرى، يعني عرف كيفاش تلعب مع الديسك يعني وتغير فيه شي حوايج وهو تدخل عليه ارباح. تفهمنا الاخوان؟ دابا هنا الاخوان شرحنا هاد الايقونات كاملين، ولكن ركزوا معايا نتوما غير على هاد الاولى اللي كنا فيها ديال الموسيقى، هذه اللي تعطيوك الموسيقى. غنمشيو نرجعوا عاوتاني هنايا، هي كمل الديسك غتكليكي على لايك، هاي ولاو جوج كيف ما قلت لكم. هذاك الكود اللي تعطيوك تكتبوه تعطيوك غير المره الاولى، كدير سويفون وكتمشي للديسك الثاني، ها هي 7.2 ضافت. تفهمنا الاخوانين؟ نتوما ركزوا ليا على هاد الايقونه الاولى، تكليك على الايقونه الاولى هنا اصلا هما اللي عطاوك في الاول، طلق الديسك يسالي دير لايك ولا ديسلايك، دير سويفون وطلق الديسك عاوتاني. فهمنا؟ عمليه سهله. ارى دابا نتكلموا على الناس اللي باغا دير السحب. ملي تجمع هاد العمولات هادو الاخوان، ملي تبغي دير لهم عمليه السحب، ما كاين لاش نتكلم لكم على الايداع، حيت ما كاين لاش ديروا عمليه الايداع، تنصحكم بلا ما ديروا عمليه الايداع كاع. على اي ملي يكون عمليه السحب شحال ما كان عندك، هانتوما نديروا ليا نسحب. ملي كدير نسحب كيعطيوك شحال دير ليا نسحب، ولكن قبل ما نديروا عمليه السحب تشوفوا بعينكم شحال عمليه السحب درنا عمليات ناجحه. كما كتلاحظوا هي مكتمل مكتمل مكتمل، هاي 3.21 3.19 1.29، يعني نتوما بزاف الاخوان 3.48 1.89 1.51 21. اخر عمليه السحب درناها هي فيها 21 عمله فاصله 42. فهمنا الاخوان؟ هنا الاخوان عمليه السحب والموقع راه صادق وكيطلعوا الارباح اوتوماتيكمون. فهمنا اخوان؟ ما كملناش 6 سوايع. ملي تدير عمليه البحث تعطيكم الواجهه على هذا الشكل هذا، كيعطيكم هنا شحال عندكم، يعني حنا قالوا لنا عندكم 1.69. كتهبط انت لتحت كتختار نظام الدفع. ملي كتكليكي عليها سواء فيزا او لا ماستر كارد، سواء عن طريق كيوي، سواء عن طريق يوموني، سواء عن طريق الدفع. هاد الدفع الاخوان هي الباير. فهمنا؟ الدفع هذا هي الباير. الا كليكتي على الدفع بهذا الشكل هذا على الباير، على سبيل المثال الباير، ملي تكليكي هكا تكتب شحال عندك، يعني عندنا 1.69 على سبيل المثال على هذا الشكل هذا. دير رمز المحفظه ديالك على هذا الشكل هذا ودير عمليه السحب. كانت عندك الفيزا او لا ماستر كارد كدير ميل فيزا ماستر كارد، كيعطيوك هاد المعلومات هادو وكتكتب رقم المحفظه ديالك، يعني كتكتب الريب رقم الحساب ديال البنك ديالك. تفهمنا الاخوان؟ انا ندير عمليه السحب قدامكم الاخوان. ها هي الدفع، ها شحال عندنا، ها الكونت اللي يمشي ليه، كندير سحب طلب. ملي كتكليكي على سحب طلب كيقول لك سحب اموال. شكرا على وجودكم معنا، بيان جوي، برافو 24 افريل. يعني هنا الاخوان سينو 6 سوايع ما كاملاش تلقاو الارباح ديالكم تلاحوا اوتوماتيكمون الاخوان. وملي تهبط لتحت ها هي العمليه اللي درنا هي في طور الانجاز، هذوك الاخرين مكتملين. ملي ترجع للفوق تلقى الارباح ديالك مشاو.
فهمنا الاخوان؟ اخوان الموقع راه صادق كما قلت لكم، نعاود نقول لكم ركزوا على الايقونه الواد كليكي عليها، طلق الموسيقى، دوز يسالي دير لايك ولا ديسلايك، دوز ديك الديسك ديال سويفون وطلق الديسك اللي من موراه. حتى انا كيكون سال الشرح ديالنا، ما تنساش اعجاب الفيديو، بارطاجي معلومه مع الاصدقاء اللي جاهم الفائده للجميع. اي سؤال عندك، اي مشكل واجهتي معك، الا تحط السؤال ديالك في التعليق ويتم الاجابه عليه. ولا عجبك المحتوى اللي هو المحتوى ديالنا الربحي من الانترنت، ما عليك الا دير متابعه الصفحه وتفعيل الجرس باش ديما توصل بكل ما هو جديد. وحتى الناس كيكون سال الشرح ديالنا، كان معكم مهدي من قناه ام بي السفر. نشوفوا فيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم.